أنا ما رضيت أنشرها يا صاحبي، خايف من السجون، لكن راح أنشرها والمتابعين لو صار لي شي لا تفكوني. أنا يا صاحبي كني أصارع داخلي جني، يحرضني يكثرني وساوس أخطبوطي، ونفسي ضايقة مني توسوس لي تكلمني، وأحيانا تقول إني براسي ألف جني. أحد منكم يساعدني بأمري أو يفهمني عذاب الفكر، عذبني بإلزامات كفرية. أحس الجن لابسني ويتحدث على لسني، على الشجعان يحرضني بتحريضات جبرية. أحس الجن لابسني ويتحدث على لسني، على الشجعان يحرضني بتحريضات جبرية. صديق أرجوك تفهمني، وقد العقل علمني بما أسأل تجاوبني بهذا الأمر يا ذيه. هل فعلا أنا سني؟ سؤالي مختصر لاني أراه اللي مجنني وسبب حالة نفسية. هل فعلا أنا سني؟ لا تغضب وتحبسني، فقد قل هل أنا سني مع السنة الإلهية؟ إذا كنا مع السنة لماذا حلت اللعنة وطعنا بعدها طعنا بأمتنا العروبية؟ هل السنة محمدنا أم السنة بخارينا ومسلم قال راوينا ومرويات خطية؟ هل السنة عقول الناس ومرويات بالأخماس؟ كل من طبلوا له داس في السنة الحقيقية. روى كعبا عن الأحبار أو جمعا من الأنصار، من جاء خاضب الأفكار لا فكر ابن تيمية. يقول لك ربنا أمرد وشعره هكذا أجعد، ومن كذب لنا الحد وكافر بالربوبية. يقولون النبي مسحور، قالوا إن الحدث مشهور في سحر من المأثور، سحر ابن اليهودية. يرى أنه فعل يفعل ولكن ما فعل يجعل، قسم للديك بالمعول بضربة حيدرانية. ألسنا نحن من نطعن؟ ألسنا دين عنه وعن دافع عن النبي ولعن أبوها ألف مروية؟ هل كان النبي شهوة جامع 9 في غلوة بغسلة واحدة، غسله مرويات جنسية؟ بخاري كنت يا ظالم مشوه للنبي دايم، تبول هكذا قايم. سنوبية. أنا إذا هذا معك معقول تعالج لك بقربة بول من بول الإبل يا زول، صباحية ومسائية، لأنك أنت مو صاحي. تكيف لك من الضاحي تبع جلسات صباحي على فترة علاجية. شبه تروى وبالآلاف وفيها أفظع الأوصاف. أنا سني وقلبي يخاف من السنة البخارية. لماذا لسنا معقولون؟ إنا شبه مشلولون أو بالحبر مغلولون في آراء شخصية. أكيد إن النبي وصى على مخطوط أو نصى، ولكن شيخنا قصى حفاظا على المعاوية، فقط بغضا بآل البيت. نهرب للكذا والكيت وهمشت الكتب وقصيت تدبيرات كيدية. لماذا ربنا فضل؟ محال إن النبي يفعل، ويمكن قد هجر أفضل يسيب الصحب مقصية. مشينا في طريق إبليس بالتحريف والتدليس والتفحيط والتخميس، نقتث السلالية. بداية بالجمل صفين وتاليها إلين حسين، وراهم هكذا للحين والتهمة إمامية. لماذا حقدنا القتال نتمسك بقالة قال حجتنا خيار الآل بالتصحيح معنية؟ هل السنة محمدنا أم السنة بخارينا ومسلم قال راوينا ومرويات خطية؟ هل السنة محمدنا أم السنة أفاخينا أفيخا يدرعي فينا بمرويات ملوية؟ فقط قل لي بلا رفاس أنا باجن من ذا الناس، كل من طبلوا له داس في السنة الحقيقية. روى الجهمي عن الأحبار، طلع جالنت من الأخيار، نتنياهو الفتى الكرار صهيون ابن سنية. روى سالم طويل الذيل، لا تشبيه لا تمثيل في أوصاف سروائيل ولا ألفاظ شركية. روى ربيع المدخلي يروي بأنك ترتعي تعوي وغني وارتعش والوي وطاعة للسعودية، ولا تخرج عن الحاكم ولو يزنب محارمكم ولو لاطوا بفقحاكم. فهمت الدرس يا ذيه؟ إذا عارضت دربيك يجيك الرد وش فيك؟ خميني ألف مديكا وتوجيهات خطية. إذا عارضت سروائيل شيعي للخميني ذي سباب الصحابة حي ويتلحوس كما الحية، وجا فحط بلا بصة مهرول يشرح القصة، تسبوا عائشة وحفصة وأبو بكر العلانية. أقول له ها أنا منكم وأترضى كما قلتم، وها أنا الحين أسمعكم وربي يعلم النية. أقول رضواني من قلبي ومن روحي ومن حبي لهم، تقديري من قلبي ومن أبيات شعرية. صحابة ما اختلفنا شي ولا هاجمتهم في شي، عن سروائيلي أجحشي حديثي على الفضائية. فلا عثمان بلجيكي ولا أبو بكر أمريكي ولا الفاروق تركيكي ولا ناهب عليمية. أقول له سلالي عبد القنزيل لك التقزيم والتقليل، وسروائيل بالتبجيل والقوة اليهودية.
أقول له همنا غزة، وهو يتنكوز كما العنزة، وقام ابتزلك بزة إلى سني وشيعية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تلون مثل ما الحرباء ويلهث كاف لام باء، وقال السر ما يخبى عساك من السرور هي. تقول له ننقذ الأطفال، قال لك ديننا وش قال؟ جهادك عد بها أقوال ومشروطات فقهية، وتلثم في جناح الشال يشرح شرح بالأمثال. جاهد بالسنن أفضل من الهمة القتالية، بفقه البول للبوال، حذاري تنجس السروال، ولو نطفى على البنطال كالنيران مشوية. أنا سني وقرآني. يقول له أنت إخواني وأنتم شر الأوطاني بالأفكار الخمينية. أنا في أمركم محتار، لماذا تؤذوا المختار آله بيننا أنوارهم أنوار قلبية. ليس الأمر في الأصحاب أو ما تنجب الأصلاب، أوامر خالق الأرباب توجيهات فورية. مشينا في طريق إبليس بالتحريف والتدليس والتفحيط والتخميس نكتة السلالية. شباب اليوم بالأعداد صارت تعلن الإلحاد، لا كل السبب في صاد مخطوطات غربية. لما نتحمل الأضلال ونسوق رقالة قالوا حجتنا خيار الآل بالتصحيح معنية. لماذا حقدنا القتال نتمسك بقالة قالوا حجتنا خيار الآل بالتصحيح معنية. أنا سني ولكني اكتشفت إني ما أنا سني، ولا السنة بقت مني ولا 20%، ولا السني من السنة، ولا السنة إلى الجنة، ولا الجنة بها سنة من السنة السياسية. يقول لك صلى وسلم وصلي وسلم على وسلم، صلاة سمسم صلى وسلم، صلوا على سلم صلاة الصعلمانية. أنا يا صاحبي تعبان تعبان، أنا يا صاحبي تعبان، قلبي بالوجع مليان، أنا محبط أنا غرقان، لي غيره يماني وذي ما أقبل فيني، ولو فيك أنت يأذيني، فما بالك وذا ديني بمرويات مؤذية. حقيقة ضاق بي أمري، أعاني وحدتي قهري، ونفسي سببت فقري وصارت انطوائي. إلهي نظرتك فيني تعافيني تشافيني، أيا عالم بما فيني من أمراض روحية. هداية للصراط أدعيك، أنا يا رب مؤمن فيك، بحق الرسل أنا داعيك، بك الحاجات مقضية. يقيني بك ولا غيرك، بتوجيهك بتأشيرك بقرآنك بتدبيرك بالأديان السماوية. وأختم برسول الله وآله أولياء الله عليهم ألف صلى الله عدد ذرات كوني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ارتحت، خرجت ما بقلبي أرتاح، خرجت ما بقلبي وأرتاح، خرجت ما بروحي وأرتاح. وعليكم بالتفاعل، مطلوب منكم التفاعل، عليكم بالتفاعل ومطلوب منكم التفاعل، وأنا راكن عليكم. وحذاري تتركوني لو صار لي شيء بعد هذا القصيدة، حذاري تتركوني. تركتموني المرة الأولى وانسجنت سنة كاملة، عاد أنا خرجت من السجن ولا زالت قضيتي في المحكمة، لا زال التحريض علي، لا زال كل شيء موجود، لا زلت أعيش حياة جحيم لا يعلم بها إلا رب السماوات. من كل الأبواب أعيش حياة جحيم، ماديا ما عاد قدرت أخرج طوب الله على عيالي، معنويا كذلك منهار، نفسيا انهيار عصبي غير طبيعي، وضعي بالصفر بسبب أني فقط أغار على ديني مثل ما شئت. أنا لا أسب الصحابة وأنا بريء من هذا كله، ولكنني أريد أن أنزه نبي الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أنا محتزم فيكم بنشرها هذه القصيدة على أوسع نطاق، وبنفس الوقت لمساندتي فيما أواجه بعد هذه القصيدة. هذه القصيدة وصلت إلى أكثر من 11 مليون في عدة مواقع، ولكن في قنوات أخرى. أنا فكرت الآن وقررت أني أنشرها. تحياتي لكم وتحياتي إلى الصديق العزيز الغالي هذا الذي كتب التعليق وطلب مني أني أنشرها، والكثير كانوا يطلبوا مني أني أنشرها، ولكن هذا الذي لديه هذه الخلفية أعطاني معنويات. جاءت لي المعنويات على نشرها، وجاءت لي القوة. رمضان كريم على الجميع، رمضان كريم وأنا محبوس داخل بيتي، ما أقدر أخرج بسبب هذه القصيدة وبسبب الافتراءات حق الإعلاميين ومن يبحثون على اللايكات. تحياتي لكم، تفاعلوا